بجدد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اجواء الحقيقه اكثر من رائعه واستعدادات فنيه لفريق النادي الاهلي. نهائي البطوله الافريقيه الوداد والاهلي بمشيئه الله ان شاء الله بنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن الحقيقه على هامش الاستعدادات كالعاده اللي بيآزر وبيساند على طول بيتواجد وبيدعم النادي الاهلي واحد من النجوم الكابتن بدر بنون اللي برحب بيه في البدايه. سعداء بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، والحقيقه يعني زياراتك على طول معتاده ما بيكون فريق النادي الاهلي متواجد في المغرب، سواء بيقابل الرجاء بيقابل الوداد، مش بعيد عليك يا بدري. لكن قول لي الفرقه واطمنت ازاي على الفرقه وسلام الفرقه، لان دي علاقه اخوه اكيد اكيد مع لعيبه النادي الاهلي. طبيعة الحال هي علاقة أخوة، علاقة حب بين بدر بنون ومسؤولين النادي الأهلي واللاعبين إخواتي، وكمان مسؤولين الحمد لله في علاقة احترام. أنا لعبت في يوم من الأيام في النادي الأهلي وده شرف لي، والحمد لله العلاقة خلصت باحترام وبمودة وبحب. وده بيبين من كل مرة أجي أزور فيها النادي الأهلي وهو موجود هنا في المغرب. الحمد لله كل الناس في حب، في علاقة كويسة زي ما قلت لك، وأتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله أكون دايما موجود مع النادي الأهلي في تحقيق بطولات، في تظاهرات كبيرة، وإن شاء الله ده شرف لي زي ما قلت لك في الأول. مباراه صعبه جدا بالتاكيد يا بدري، سواء على النادي الاهلي او على فريق الوداد. يمكن النادي الاهلي في الشوط الاول تفوق بالنتيجه، لكن ملهاش علاقه المباراه الاولى بالمباراه الثانيه. كيف ترى هذه المباراه وكيف ترى فكره ان النهائي بيقام على شوطين او مباراتين مش مباراه واحده؟ هو صحيح احنا من زمان كنا عارفين بان النهائي بيتلعب في مباراة واحدة، بس السنة دي غير، النهائي في مباراتين. الشوط الاول خلص هناك في مصر، النادي الاهلي حقق فوز 2-1. باقي الشوط الثاني هنا في المغرب، بس هي اكيد تكون مقابلة صعبة، بس انا بظن ان لاعبين النادي الاهلي خلاص هم متعودين على النهائيات، متعودين على البطولات، حتى صاروا متعودين على الحضور الجماهيري الكبير اللي بيكون موجود هنا في المغرب من خلال ماتشين السنة اللي فاتت قدام الرجاء، ولا النهائي السنة اللي فاتت مع الوداد. ده بظن أنه مش هيشكل عائق بالنسبة للاعبين. خليكم مركزين في الماتش وإن شاء الله النتيجة تكون حلوة إن شاء الله. علاقه طيبه كالعاده باعضاء مجلس الاداره تحديدا والكابتن محمود الخطيب، والسلام اللي حار بينك وبيه. قول لي الكواليس ايه وما بتشوف الكابتن محمود الخطيب يا بدري؟ بالتاكيد قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، شعورك بيبقى ايه وانطباعك بيبقى ايه؟ بطبيعة الحال هو كقيمة هو قيمة كبيرة جدا الحمد لله. أنا يوم كنت موجود في النادي كانت بتربطني بيه علاقة كويسة، دايما كان في اتصال معايا، لو ناقصك حاجة، لو عاوز مننا حاجة هو كان بيتواصل معايا على طول. الحمد لله ده شرف لي أنني في يوم من الأيام اشتغلت مع رئيس زي الكابتن الخطيب ده، من غير أنه رئيس النادي الأهلي، لا شخصية محترمة جدا وشرف لي. وحتى الحين دار في حوار بيني وبين الكابتن الخطيب، ورحب بي وعرض علي حتى يوم أبطل كورة إن شاء الله قال لي ألف مرحبا بك في النادي الأهلي. وده لو ما كانش العلاقة كويسة بظن بأنه ما كانش هيكون الكلام ده شرف لي، وكابتن الخطيب فوق راسي يا حبيبي. اشكرك بالتوفيق يا بدر. شكرا.